مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام. قبل بس ما نبدأ في ملفنا وموضوع الليلة، البارحة كان هناك المؤتمر الذي أقامته الهيئة العامة للرياضة، وأعلن من خلاله معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ عن الاستراتيجية الجديدة لهيئة الترفيه. طبعا قلت هيئة الرياضة، لا هيئة الترفيه، لأن حديثنا اليوم حتى عن ملف رياضي، لكن ما كان يعني من برامج منوعة واستراتيجية ستشمل كل مناطق المملكة، كلها تدعو للتفاؤل بعهد جديد للترفيه، بصناعة للترفيه تكون ذات أثر مجتمعي، وكذلك يكون لها رافد اقتصادي مهم في البلد، من خلال أن تكون المملكة رائدة في صناعة الترفيه على مستوى العالم، وضمن يعني أقوى أو أفضل 10 دول في العالم في صناعة الترفيه. أن يكون هذا هو المؤشر يعني الذي نسعى إلى أن نحققه، هذا يدعونا للتفاؤل بصناعة حقيقية. ولذلك إن شاء الله قريبا سنخصص حلقة متكاملة عن صناعة الترفيه، عن المجتمع والترفيه، جوانب متعددة تتعلق بهذا الملف في حلقة قادمة من برنامجكم تم. اليوم ملفنا راح نتحدث يعني عن ملف التعصب الرياضي. هذا الملف اللي يمكن أسميه سرطان الرياضة، يعني اللي يعني ربما أفقدنا أحيانا الاستمتاع بهذه اللعبة بوجود شيء من النفور، شيء من التشنج، شيء كذلك ربما من إلقاء التهم، من إقصاء الآخرين. ملف شائك لطالما يمكن طرح لسنوات عدة هذا الملف في كثير من المنصات دون أن يكون هناك حل أو علاج جذري واضح له، بل أنه ربما كانت مثل كرة الثلج اللي باتت يعني تتضخم يوم بعد يوم. والتعصب يمكن يعني ربما البعض يرى أنه في أعلى مستوياته، اختلفت مسبباته بشكل عام. راح نطرحه هذه الليلة بوجود مختصين معي في الاستوديو، وكذلك بوجود مداخلات هاتفية، وكذلك بمشاركة الجمهور من خلال كاميرا برنامج تم التي نزلت الشارع، سألت الناس عن ميولهم وعن مدى تقبلهم لمبدأ التعصب، وهل هو يشجع ويحب ناديه ويكون من أساسياته أن يكره النادي الآخر، ولا لا أنا أحب النادي اللي أنا أشجعه وأنتمي له، لكن لا يعني ذلك أن أقصي الفرق الأخرى أو أن ندخل في صدامات ومشاحنات وغيرها. هذا ملف جدا مهم، لذلك أرحب معي بالاستوديو بضيوفي دكتور عبد العزيز الخالد، المدرب الوطني المتميز واللي نفتخر فيه وحقق نجاحات الحقيقة يعني متميزة مع الفئات السنية في منتخبنا الوطني، ونفخر في مثل هذه الكوادر إن شاء الله نشوفهم يقودون منتخبنا لمنصات عالمية بصناعة سعودية. كذلك أرحب معي بالاستوديو بالصحفي الرياضي والكاتب الصحفي الأستاذ عبد الكريم الفالح. كذلك أرحب معي بالأستاذ خلف ملفي الإعلامي الرياضي، ومن عروس البحر الأحمر جدة ينضم معنا الأستاذ عادل عصام الدين الإعلامي الرياضي ليعلق معنا كذلك في ثنايا حلقتنا عن ملفنا لهذا المساء، ملف التعصب الرياضي. لكن أول شيء أرحب فيكم ضيوفي طبعا، وشكرا لتلبيتكم الدعوة. وهذا ملف أريد ألا نتحدث يعني إلا بجرأة، يعني فعلا ونحاول نحلل الوضع الراهن في موضوع هل التعصب أصبح عندنا ظاهرة يعني تستدعي أن يكون هناك حراك وتوعية ومواجهتها، ولا لا احنا قاعدين هناك فعلا إثارة وهناك فعلا الرياضة مبنية على الإثارة. أبدأ معك دكتور عبد العزيز، ايش رايك في هذا الجانب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أخي خالد على الاستضافة، وأتمنى أن نقدم حلقة تفيد يعني ويكون مردودها إيجابي للمجتمع. أنا معك تماما، التعصب أصبح ظاهرة وظاهرة مخيفة، والمبالغة في التشجيع والتعصب تحول إلى كراهية وإلى حقد وإلى تنابز بالألقاب وإلى أخطاء كبيرة جدا. وبالمناسبة هو ليس فقط في المملكة العربية السعودية، هو التعصب عالمي. شاهدنا بعض الملاعب أصبح فيها قتلى، وأصبح فيها مشاكل كبيرة جدا بين الجماهير، وشغب بدرجة أنه صار فيها مصابين. وربما هذه الحلقة وغيرها من البرامج تعطينا مؤشر أنه يجب أن ننتبه حتى لا نصل إلى المرحلة المتقدمة في الإساءة أو المشاكل اللي ممكن تحدث من هذا التعصب. بتاريخ تواجدك يعني في القطاع الرياضي وفي يعني في كرة القدم بشكل عام، هل ترى أننا يعني المرحلة اللي احنا فيها الآن يعني مثل ما كان سابقا، ولا والله ترى في تزايد مؤشر التعصب إن وضعنا مؤشر للتعصب؟ والله أنا أشوف في تزايد،
في تزايد خطير جدا، لأن للأسف، وأنا أقولها كلمة كررتها في أكثر من مرة، عندما يقدم الإعلامي على أنه منتمي للنادي أو الناقد الرياضي، فأنا أحكم تماما هناك تعصب كبير. وين قصدك في برامج؟ في برامجنا طبعا. من خلال الحقيقة خليني أشير لها عشان ما أنساها، احنا في مركز رؤية للدراسات الاجتماعية عملنا كثير من الدراسات المختصة في مجال التعصب الرياضي، وعملنا ورش عمل، ووصلنا إلى نتائج مخيفة الحقيقة. وش النتائج المخيفة؟ الرقم واحد أو النسبة الأكبر سبب التعصب من خلال عينات الدراسة هو الإعلام، والإعلام بقنواته المختلفة، والآن أزاد عليها طبعا في الفترة المتأخرة اللي هو قنوات التواصل الاجتماعي. لكن بشكل عام في تعصب كبير، وفي مشاكل تؤدي يعني ربما توصلنا في المستقبل إلى كراهية عالية جدا في المجتمع. طبعا الجميع يعرف ان في تعصب حتى على مستوى التعصب القبلي والطائفي والى اخره موجود، لكن التعصب الرياضي اولا الرياضه مجال ترفيه جميل جدا للشباب. اذا لم نحكم هذا التعصب ربما نصل الى مرحله صعب ان نتراجع من خلالها. طيب عبد الكريم، ليش زاد التعصب عندنا؟ والله زاد التعصب لاسباب عديده. من اهمها يعني الاعلام، هذا تسبب في الظهور او استفحال داء التعصب. هذا داء خطير. طيب كيف الاعلام ساهم في اذكاء التعصب؟ طيب في كتاب في الصحف، وعندما تتم استضافتهم في القنوات الرياضيه يظهرون بمظهر المتعصبين، لما يظهر الإعلامي بمظهر المتعصب، المشجع نفسه يوازي هذه النظرة التعصبية. وعندما تكتب مثلا أنه اللاعب الفلاني عندما يظهر في جزء من المباراة فتقول له أن هذا اللاعب ميسي العرب ولا، فيغتر اللاعب، وحتى ينتشر التعصب عند اللاعبين من خلال هذا الغرور، لأني أنا أعتقد أن الغرور يؤدي إلى التعصب، لأنك تنفلت وتذهب إلى تقصد تأثيره على اللاعبين يعني أنفسهم؟ على اللاعبين، على الجمهور. وأعتقد أنه التعصب أيضا يظهر في عدة جهات وعدة أماكن، اللي هي المدرج، الملعب، الاستديوهات، خارج. طيب احنا أنا بتناول كل الأركان اللي علاقة وارتباط بكرة القدم والتشجيع لكرة القدم. بالتأكيد احنا مع يعني الاستمتاع بكرة القدم، مع التشجيع، مع انتمائك للنادي المفضل لك، لكن أن يصل مرحلة الموضوع التعصب كما ذكرنا والإقصاء والإشكال. يعني أنا حتى لو بسأل بعض، يعني المنتخب طلع من كأس آسيا يعني قبل كم يوم، يعني أنا كاد أجزم لو كان فريق بعضهم من التعصب يعني فريقه اللي طلع كان شفته يعني ضرب كف على كف، لكن ده المنتخب طلع عادي المنتخب. أنا أقل حدة. أنا التعصب المنتخب وصلنا لهالمرحلة خلاص. من اللي فعلا لو أردنا نحطها يعني كتراتبية وكتأثير أكبر في ملف التعصب وإذكاء التعصب إلى المرحلة اللي وصلنا لها كما ذكر يعني دكتور عبد العزيز انها مرحله خطيره، كيف يمكن ترتبها؟ اولا استاذ خالد يعني صراحه احييك واحيي البرنامج تم على ما يقدمه من ثراء للمجتمع بشكل عام. وايضا احنا طبعا رحبنا بزملائنا قبل البدايه، لكن ايضا نرحب بزميلي العزيز الاستاذ عادل من زمان، وهو من رواد الاعلام الرياضي، نفخر بوجوده معنا، وبالتالي مشاهدي ايضا برنامج تم. في اشاره الى كلامك انت قبل شوي قلت لو المنتخب لما طلع منتخب لو نادي كان شفت مثلا ردة الفعل. المحزن جدا جدا في هذه المرحلة بالذات وصل الأمر إلى أنك تسمع أو تقرأ أو تشاهد جماهير يتمنون هزيمة المنتخب. وصلنا لهالمرحلة توقع؟ هذا في كأس آسيا الأخيرة هذه طبعا في تويتر علنا فعلا وصلنا عبد العزيز. هذا محزن جدا مخجل جدا. وللأسف الشديد أنا تناقشت مع كثير منهم كانوا يتمنون للأسف الشديد مو جمهور إعلام. طب ليش؟ مو جمهور،
حتى اعلام. لان المنتخب يمثلوا لاعبين من نادي اكثر من نادي ثاني. لا مو عشان كذا. القضيه الاخيره اللي يمكن شوف انا الحين خرجت عن سؤالك، لكنه هو بالفعل يعني لفت نظري كلامك. قضيه ايقاف الدوري من عدمه سببت فرقه بين المشجعين والاعلاميين بشكل غير طبيعي. من اللي مسؤول عنها؟ الاتحاد؟ طبعا اتحاد القدم. اتحاد القدم. وعلى فكره الحمد لله انا من اليوم اللي صدر فيه القرار انتقدته في يوم القرار، يعني قبل بدايه الدوري بتقريبا يمكن شهرين صدر القرار، انتقدته وقلت هذا قرار غير احترافي وليس في مصلحه المنتخب. في دوري محترفين. في دوري محترفين. بس حتى لو اجلوه المفروض لا دقيقه استاذ عبد الكريم، ما يغلب مصلحه مش القضيه انه انا مع ولا ضد. انا اقول لك انتقدت القرار لانه قرار غير احترافي. لكن متى صارت لا بس يمكن اللي كانوا معجبهم مثل القرار اللي اخذ من انديتهم اكثر عدد من لاعبي المنتخب. هو للاسف الشديد استاذ خالد انه فنفس الفكره في النهايه انتماء لانديه. لاحظ عشان تعرف انه الوعي ضعيف حتى عند الاعلاميين. ذلك الوقت كانوا يعتقدون انه 6 أو 7 أو 8 من الهلال و3 أو 2 من النصر و1 أو 2 من الاهلي، وبالتالي يرون انه المتضرر الاكثر هو الهلال. بالتالي اللي كانوا يميلون للهلال كانوا ضد القرار بحده، واللي يرون ان الهلال متضرر من نادي اخر كانوا مع القرار لان الهلال سيتضرر. شوف وين وصلنا الى مرحله. هذا اعلام. اتركني بالجمهور. الجمهور في الاخير احيانا ما تلومه لانه موجه او انه ضعيف وعي او مثلا ما عنده. لكن في الاخير هنا انا اقف عند نقطتين او عند جزئين. الجزء الاول اتحاد القدم والجزء الثاني اعلام. مصيبه جدا. ترى انهم هم اكثر من في هذه الجزئيه او اكثر جهتين مسؤوله عن في هذه الجزئيه اتحاد القدم والاعلام. لكن اذا جينا نقيم من حيث التقييم الشمولي فليس اقوى. يمكن الاستاذ الدكتور خالد قبل شوي يتكلم عن رؤيه عن عفوا مركز رؤيه للدراسات، لكن مركز الحوار الوطني الملك عبد العزيز الحوار الوطني. نعم انا شاركت في كثير من ورش قدموا تحليل وتحقيق وصلوا فيه مثل ما ذكر الدكتور خالد. المقام الاول هو الاعلام ثم تدرج الى جهات اخرى. طيب احنا بنكمل بس خلوني لازم اطلع على هالفاصل وبعد الفاصل الحديث بقيه. نكمل حديثنا عن ملف التعصب الرياضي. اطير الى جده الى الاستاذ عادل عصام الدين. استاذ عادل، يعني هل تتفق انه الاعلام او يعني الاعلام زاد من حده التعصب الرياضي في الاونه الاخيره؟ احييكم جميعا. شوف، اول شيء يجب ان ننظر للتعصب من زاويتين. اولا من زاويه الجماهير، وهذه مساله التعصب بالنسبه للمشجع العادي لها علاقه، لها يعني نسبيه، هي لها علاقه كبيره بمساله الوعي والجهل او الاميه حتى. لكن فيما يتعلق بالتعصب الإعلامي أنا شخصيا يعني يمكن أعرفه بالبزنس. في النهاية في مكتسبات، خاصة في الآونة الأخيرة أو في الفترة الأخيرة والمرحلة الأخيرة بتغلغل أو سطوة أو يمكن حتى سيطرة الإعلام الجديد وخاصة تويتر. الآن خلينا يعني نكون منطقيين. الصحافة التقليدية انتهت، لكن بمدارسها اللي هي المدرسة المحافظة والمدرسة المعتدلة والمدرسة الشعبية لا زالت قائمة، وخاصة فيما يتعلق بتويتر. الآن أعطيني أي إعلامي أو أي مغرد حتى، أنا في خلال 4-5 تغريدات أعرف بالضبط هو لأي مدرسة ينتمي. كيف؟ من خلال عناصر الخبر أو عناصر المحتوى اللي موجودة في التغريدة حقته أو في المادة أو في المحتوى أيا كان أو من خلال أي وسيلة. اللي أبغى أقوله أو أصل إليه بالنسبة للإعلام، ليش أقول مكتسب؟ في السابق كانت الصحافة بكل أمانة، الصحافة الرياضية تحديدا، أنت كل ما أعطيت أو منحت القارئ ما يريد فأنت معناته حققت ربح مادي. أحيانا حتى رؤساء التحرير، أحيانا حتى سياسة المؤسسة الصحفية تفرض ذلك. الحقيقة هذا أو الواقع هذا ما هو موجود في المملكة. لا، كيف سياسة المؤسسة الصحفية تفرض ذلك؟ يعني هل هناك مؤسسات صحفية تميل لنادي كانت على حساب النادي بحيث شعبيته كبير ولا ايش؟ أكيد هذا شيء، هذه من البديهيات، وهذا شيء معروف ومعروف من عشرات السنوات ومن عقود.
لكن بغض النظر عن مسألة النادي، الآن هدف الجريدة أنها يتحقق ربح. القاعدة الموجودة حتى على مستوى الصحافة الشعبية في العالم كله، في أوروبا، أنك أنت كل ما ازددت شعبية أو اتجهت إلى عناصر الخبر أو القيم اللي تقدمها الصحافة الشعبية من محاولة لجذب القارئ، الحقيقة بتحقق من خلالها أرباح، وهذه تتعلق بمستوى الفكر عند المشاهد أو المشجع. دائما وأبدا الصحافة الشعبية تطغى وتكسب عدد كبير. انت لو رحت لبريطانيا جريده زي الديلي ميرور او الصن توزع في اليوم 5 ملايين، والجريده الرصينه او الجاده ما توزع ولا 200,000. هنا طبعا انت ما عندك التقسيم هذا، يعني ما نؤمن فيه ولا هو موجود فيما يتعلق بالتصنيف حسب المدارس. ولكن على مستوى الاعلام الرياضي والصحافه الرياضيه اكيد الصحيفه تحاول انها تصل او تعطي القارئ ما يريد. يبغى كرة قدم، يبغى كرة قتالية. أنت لاحظ الآن في اللعبة الرياضية اللي زي السباحة زي التنس لا يوجد تعصب أبدا نهائي. اللعبة الجماعية يمكن تزيد التعصب، اللعبة القتالية تزيد التعصب. ولهذا دائما الناس يتساءلوا لماذا كرة القدم؟ لأن كرة القدم مرتبطة كلعبة قتالية بالتعصب. خلينا ارجع للمساله المهمه، انه هل اعلامنا متعصب؟ نعم. الان في تويتر الان ما في الصحافه الرياضيه، ما حد بيقرا الصحافه الرياضيه بصراحه. ما في الجرائد الصحيفه التقليديه الان انتهت تماما. انا بالنسبه لي 5 سنوات انا ما اقرا اي صحيفه. طيب من يقود الاعلام الرياضي في تويتر مثلا؟ اللي يقود الان كل اسم كبير او كل اعلامي هو رئيس تحرير نفسه، هو الذي يختار. انت من خلال تغريده واحده تستطيع ان تقول هذا ماذا يريد، هل هو ينتمي للمدرسه المحافظه او المعتدله او الشعبيه. كلهم شعبيين. ليش شعبيين؟ لماذا ينتموا للمدرسه الشعبيه؟ لانها تعطي فلوس اكثر، لانها تربح اكثر. ولهذا انا اربطها بالبزنس صراحه، نكون منطقيين. انت كنت بتقول احنا لازم نكون صرحاء. اكيد خلينا نعرف وين المشكله. استاذ خالد، العمليه بزنس. الان شوف اللي عندهم ملايين هذول بيكسبوا ملايين. يعني قصدك بعض يعني الاعلاميين الرياضيين الغالبيه اللي يبغى متابعه مليونيه عشان ياخذ ملايين من اعلانات مثلا وغيرها. طبعا ياخذ له، حتى لو ما اخذ ملايين هو بياخذ له ملايين من المتابعين. ولاحظ هذه ترى ما هي بس في الرياضه، انما هي في الشو بزنس، في الفن، كل ما يتعلق بالفنون والابداع، كل ما يتعلق بالابداع. الحقيقه اللي بيكسبوا الان نفس القيم اللي كانت موجوده او الفاليوز اللي كانت موجوده في الجريده هي موجوده الان عند كل واحد من هؤلاء، وانا واحد منهم وكلنا. خلينا يعني عشان ما نضحك على بعض. يعني الان شوف بعضهم الحقيقه مساله الضحك على الدقون، يقول لك يا اخي الكره او الرياضه لازم يكون فيها ميول وانتماء او لا. هذا صحيح، لكن العمليه ما هي كده، ما هي موجوده. العمليه او المساله هي مساله تعصب. الان التعصب هو المتغلغل. والتعصب ايش هو؟ ايش ابسط تعريف؟ له ترى الاف التعريفات، لكن التعريف البسيط انك انت تشوف السلبي عند الاخر وتشوف الايجابي عندك، تشوف الاخر اسود وتشوف عندك البياض. هنا ما يمكن، هنا تعصب. هل هذا موجود في الاعلام؟ نعم، بكل تاكيد في اعلامنا الرياضي. يعني هل يمكن نختزلها بس في الاعلام الرياضي؟ ويمكن صار الان يمكن بعض يعني الاعلاميين الرياضيين المؤثرين مثلا في مواقع التواصل اللي ينتمون لبعض الانديه يعني هم السبب الرئيس، ولا هناك اسباب اخرى؟ يعني خلي دامنا اضطريت موضوع المنتخب، ترى احنا الحلقه هذه من قبل وانا مجدولها، بس قلنا نبي نخليها عقب مشاركه المنتخب في كاس اسيا. قلنا نبي نقيس يعني حجم الاثر والتعاطي، سواء فزنا ان شاء الله كنت وقتها يعني ومشينا قدام، ولا لو قدر الله طلعنا يعني، بس ان شاء الله ما نطلع من الادوار يعني الاوليه. فقلت خلوا توقيت الحلقه بعد مشاركتنا بكاس اسيا. معليش يا اخي، انا قبل لما اشوف المنتخب يا اخي يشارك مثلا في بطوله ونطلع ولا ننهزم، يا اخي اشوف اللاعب يبكي ومتاثر وبشكل كبير فعلا، لانه على قميص المنتخب اللي قاعد يلبسه. لكن معليش خلينا نتكلم بكل صراحه، احنا قاعدين نتناول كل جزئيات ومكونات الكره حتى نعرف وين الاشكاليات اللي صايره. هل اللاعب تاثر بالجمهور وبهالتعصب اللي قاعد يصير وصار ركب بعد؟ يعني احنا نقول اعلاميين ركبوا الموجه ويبون مثلا مثل ما قال يعني الاستاذ عادل الاثاره والتكسب الشخصي. طيب هذا اللاعب
اللي بالنادي؟ هل انه عشان هالملايين اللي صاروا ياخذونه بالانديه بالاحتراف صار ما عاد عنده ذاك الولاء؟ يا اخي انا فني، لا فني ومهم جدا. يعني هل يعني تاثروا بالروح السابقه؟ انا ابي يا اخي روح صالح النعيمه وماجد عبد الله اللي يعني فعلا كانت حاضر ويحترق عشان قميص المنتخب اللي يلبسه. هل هم تاثروا بالتعصب اللاعبين؟ لا انا ما اعتقد. وانت مدرب اكيد تهتم بالجانب النفسي. انا عندي قناعه تماما ان الشاب السعودي او اللاعب السعودي اذا ارتدى شعار المنتخب فهو يقدم كل ما لديه من خلال تجربه اكثر من 20 سنه الان مع المنتخبات والمشاركات حتى الدوليه. اللاعب السعودي عندما ياتي المحك وياتي التحدي وياتي اسم الوطن والجانب الوطني تجد يضحي بكل شيء ويفرح بالانجاز ويتضايق جدا الخساره. انا اكد على كلام الاستاذ عادل. الاعلام الرياضي ليش قلنا هو السبب الاول؟ فيه اشياء ثانيه حتى في دراستنا في مركز رؤيه ذكرنا اشياء اخرى كثيره، لكن الاعلام الرياضي وش انجح برنامج اخوي خالد الان؟ انك تجيب هلالي متعصب، نصراوي متعصب، اتحادي متعصب، اهلاوي متعصب، ومقدم فنان يعني مقدم يستطيع يوازن بينهم، مو يوازن يولعها بينهم. هذا انجح برنامج متابعه ورغبة. ولو تقول أنت أنا مرة انقالت لي تحت الهواء ليش ما تثيرون المشكلة؟ ليش الهدوء ليش البرنامج هادئ؟ الهاديين ما يجيبونها. فليش هو يبغى ينجح يبيع متابعين، يبيع للبرنامج نفسه انه كل ما كان في اثاره، كل ما كان فيه غلط على الاخر، كل ما في اساءه للنادي الاخر، كل ما نجح البرنامج، كل ما صار في متابعه. هذه هي المشكله. النشء الصغير ابو 15 20 سنه عندما يتابع رجل عمره 60 سنة ولا 50 سنة ويتحدث بتعصب عن ناديه ويقذف الفريق الآخر، لا وتصل لمرحلة الإطقاق وهواش يا أخي وألفاظ نابية تطلع جداً ما ودك فعلا. ثم ينتقل مثل ما قال الأستاذ عادل، ينتقل إلى تويتر ويمارس نفس الدور في إثارة والإساءة للفريق الآخر عشان يتابعونه، سواء يتابعون الفريق المنافس أو الفريق الآخر عشان يسوي الرد عليه وكذا. فهذا هو طيب. السبب الرئيس في التعصب. طيب انا عشان بس يعني موعد بس الحجوزات في جده، استاذ عادل بس قبل انا يهمني بس رايك الان يعني في هذا الملف على وجه التحديد، وش يمكن تقول حتى فعلا انه ما نصل لكره ثلجيه قاعده تكبر يكون اثرها سلبي على المجتمع، يصير عندنا يا اخي الاسر يا اخي انت هلالي ونصراوي يتهاوشون مع بعض، والاتحادي واهلاوي يتهاوشون مع بعض، تصل لحد اقصاء الاخر، وهذا اللي خلاني اطرحه في برنامج اجتماعي انه صار ياثر حتى على تعاملات الناس مع بعض. وش يمكن تقول حتى لا نصل الى هالمرحله؟ احنا لا يوجد مثل اعلامنا الرياضي في مساله التعصب، خلينا نعترف بذلك. شوف انا يعني اربطها ايضا بكره القدم او بالرياضه. احنا مشاكلنا مثلا احنا نتحدث الان في كل مره كل ما يخسر المنتخب نتحدث عن حلول وقتيه، لكن لما تريد ان تبحث عن حلول طويله المدى لازم تبدا من الجذور. نفس الشيء ينسحب او ينطبق على الاعلام الرياضي. لا يمكن للاعلام الرياضي ان يصلح الحال ويصلح نفسه قبل أن يوجه المجتمع. كيف أنت توجه المجتمع وأنت تفتقر أساسا لما يمكن أن يكون عليه الإعلام الرياضي؟ فالمسألة تحتاج إلى وعي، وهذه تبدأ من البدايات. يعني مثلا ايش البدايات؟ انه احنا يا اخي عندنا غير متخصصين، احنا عندنا غير متفرغين، اعلامنا هو الوحيد اللي 90% منه غير متفرغ، في سواق الليموزين وفي الطالب وفي العسكري وفي ما يمكن يكون كل العالم الاعلام الرياضي متفرغ. ولهذا هي المساله لازم اولا يعني انت ليش التفرغ ولا التفرغ؟ انت الان توجد في الوفاء للمهنه نفسها والاخلاص للمهنه، هذا اولا. وبعدين ايضا تكون دارس الدراسه بالاضافه الى ممارسه اللعبه. عندما تشوف واحد اعلام رياضي لا لعب كره قدم ولا درس ولا عنده خبره، بالله على اي اساس هذا يطلع ياخذ عمود ويوجه المجتمع الرياضي؟ استاذ عاد لازم يطلع الفاصل. شكرا جزيلا لك الحقيقه يعني على مشاركتك معنا. وانا اشوف من الرياضيين المعتدلين الحقيقه اللي طول مسيرتك الاعلاميه، حتى لو كنت حتى يعني قبل فتره رئيس المركز الاعلامي في نادي الاتحاد، لكن طول الفتره يمكن فعلا كان طرحك متزن، يعني لا في صحيفه الرياضيه ولا حتى كذلك ايام ادارتك للقناه الرياضيه. فاصل قصير وبعد الفاصل نعود.
نكمل حديثنا عن التعصب الرياضي. احنا طبعا سوينا استطلاع للرأي مع الجمهور، نزلت كاميرا قناة تم وسألت الناس عن ميولهم، عن رأيهم بالتعصب، عن المسؤول عن هالملف وإذا كان التعصب. نتابع ايش قال الجمهور. شجع والله أنا ميولي نصراوية، لكن كل أندية الوطن واحد. الهلال طبعا. شجع نادي النصر. الهلال. الهلال. شجع النصر. هل تشوف في تعصب رياضي وش السبب؟ والله التعصب الرياضي صراحة السبب الإعلام. لابد من التعصب عشان يصير في حماس، يصير فيها منافسة قوية، هذا التعصب لازم. التعصب الرياضي أنا ما أدري وش الفائدة منه بصراحة، يعني أشوف فيها زعل من أخويا وأخوان عشان كورة، سواء تشجع نصر أو هلال، يعني كلنا ندور المتعة بس ما توصل لدرجة التعصب. السبب الإعلام هو اللي سبب التعصب بين الجمهور وبين. والله التعصب مطلوب في الحماسة، ولكن الإساءة الآخرين والإسقاط على الآخرين كثير، أشوف كثير تعصب. السبب كله الإعلام هو اللي يشعل الفتيل التعصب الرياضي. لازم يكون في تعصب رياضي، ما في تعصب رياضي ما في حماس كروي أصلا. هلالي، لو طلبنا منك انك تحضر مباراة في مدرجات النصر توافق؟ عادي ما عندي مشكلة. أنا حضرت مباريات في مدرج النصر وآزرت أقوى من أي نصراوي. إيه صحيح. لا إيه شيء عادي يعني، بس يعني نخاف إن تجينا بلكة بالغلط. طيب يعني كأننا يعني في حديثنا حصرنا يعني وملنا للإعلام الرياضي أنه هو العمود الفقري في موضوع إذكاء التعصب، بس ما نشوف حجرنا كثير، يعني كأننا يعني اختزلنا الموضوع أنه في عوامل أخرى بعد أثرت في هالجانب. أكيد، بس ليش نقول إعلام؟ لأن الإعلام يتحكم في أشياء كثيرة، من ضمنها مثلا تصريحات كان أول طبعا أستاذ عادل تكلم عن الصحافة سابقا والآن تويتر وغيره. ففي السابق مثلا تصريحات رؤساء الأندية كان ممكن الإعلام يسيطر عليها، والآن الآن في تويتر الآن مثلا ليش لا بكل صراحة يعني مثلا خلينا نقول التنابز اللي صار ما بين رؤساء بعض الأندية في تويتر بلغة أو لهجة فيها تهكم، وأحيانا ما تمنينا نشوف بعض التغريدات. هل هذه ما خلينا نقولها صريحة منهم فيها كلمات يعني واضحة يعني أساس ما يقول أحد تميل لأحد دون أحد، احنا نتكلم بشكل عام. أستاذ خالد لما يصير رئيس نادي، قيمة رئيس نادي كبير له قيمة في المجتمع، ويجي يبث مثلا بكلمات نابية في تويتر، كان أول مثل ما قلت لك الإعلام ممكن يسيطر على هذه الأشياء، لكن الآن في تويتر ما حد مثل ما قال لك الأستاذ عادل كل واحد هو رئيس حتى تحرير. التصريحات الهوائية تجي أحيانا حتى في رسم حتى في التصريحات الهوائية المباشرة الفضائية. ولكن أيضا احنا يمكن لما قلنا الإعلام كدرجة أولى لأنه عنده القدرة يسيطر على بعض الأشياء، وفي نفس الوقت كان أول في إعلاميين يكتبون مقالات. لما الأستاذ عادل تكلم عن حاجة مهمة أو جزء مهم أنه التسويق وما ذاك، لا احنا نتكلم الإعلام لما يكتب مقالات، الآن الإعلام لما يكتب في تويتر، الآن الإعلام لما يظهر هو إعلامي قدير مثلا، إعلامي كبير معنى صح، بعض أصبح مو قدير الآن مع احترامي له، كبير في السن لكنه ليس قديرا، لا يستحق أن يكون في المنصب هذا في المكان هذا في ألفاظه في سلوكه في برامج فضائية، في برامج فضائية يعني تنابز بالقاء، تنابز بالنعرات، تنابز بالالفاظ البذيئه، هواش، بالاساءه، قطع برنامج احيانا على الهواء كثير من مرات عشان يهدونهم. هذه عشان كذا، عشان الجمهور عايز كذا يعني مثلا هذه النظريه يعني للاسف احنا قاعدين نلعب على هالنغمه، ما هي بصحيحه يا اخي. الان كثيرين في وسائل التواصل الاجتماعي يعني يؤنبون ويستنكرون مثل هذه الاشياء. الان بعضهم يقول لك والله انا جمهور لازم اجذب الجمهور. اولا مع احترامي ترى حتى اللي في سن تحت ال20 ما يشوف البرامج هذه. اللي في سن يشوف مباريات عالميه، يشوف مباريات دوريات اوروبيه، يقرا في بس توصل من خلال المقاطع، توصل يا ابو احمد، توصل من خلال المقاطع، كيف ما يشوف يكون تداولها بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي والتفاعل معها بشكل اكبر. انا مثلا لما تقول عندي مثلا بالملايين في متابعين، يمكن 40% 60% شراء اصوات عاديه، تشوف ادخل وشوف المتابعين منهم اسماء وهميه، يوزرات وهميه اكثرهم. اليوزرات الوهميه في ناس عندهم يوزرات وهميه يروجون لما يقدمون في برامج. اوكي؟ فالمشكله الان انت لما تقول هي تكبر، هي كبرت واصبحت للاسف الشديد كيف نقضي عليها؟
طيب انا بجيك نقطه، بس معنا اتصال بس على الخاص. معنا من معنا يا شباب؟ طيب معنا الاعلامي احمد الفيدي. احمد مساك الله بالخير. مساء الخير اخوي خالد، ارحب فيك وفي ضيوفك الكرام اللي انا ما اعرفهم بصراحه. انا ما عندي شاشه بس عرفت الاستاذ خلف مثل من صوتي اذا انا وعبد الكريم الفالح والدكتور عبد العزيز الخالد، وكان معنا الاستاذ عادل عصام الدين من جده. طيب احمد هلا بالدكتور عبد العزيز وهلا بالاستاذ عبد الكريم وهلا بالاستاذ خلف. يا اهلا احمد. انا بسال سؤال يعني بين يعني في احد سوينا استطلاع وسال احد يعني واحد قال كويس انه يكون في تعصب واثاره مثلا، بس انه مو بتوصل المرحله اللي احنا وصلناها. بين التعصب وبين الحماس والاثاره شعره وش هي؟ ممتاز. شوف اذا تسالني انا شخصيا اقول لك انه احنا يعني ما يوجد عندنا لا يسمى تعصب، وانا قلت هالكلام وكتبت في مقالات كثيره. احنا عندنا يعني قله ادب، قله تهذيب اكثر من كونها تعصب. استخدام البذاءه واستخدام الالفاظ السيئه واستخدام الكلمات الجارحه هذا يدخل في اطار قله التهذيب. التعصب في صوره الكبيره اللي تشاهدها في اوروبا واحيانا في المنطقه العربيه اكبر، يعني تصل حتى القتل احيانا، يعني حتى التخريب، حتى التكسير، حتى التجمهر، حتى التظاهر. فهذا الحمد لله السلوك مش موجود عندنا، لكننا الان في منطقه قد تؤدي الى هالاحتقان اللي احنا خايفين منه اللي هو ما يسمى التعصب. يعني انا اتذكر في فتره من الفترات والحمد لله تم تداركها لان المجتمع كله وقف ضدها. كانت في مدرجات في بعض المباريات كانت تردد بعض العبارات العنصريه، وكان في اتهامات صريحه مثلا بالرشوه واشارات، كان في مظاهر تدل على سلوك يعني سلوك عدائي تظاهري انتفاضي. هذه المجتمع كله كان ضدها، يعني خفت العشرة او 12 سنه الاخيره. اليوم احنا عندنا اشكاليه كبيره فيما يسمى بقله التهذيب، واللي يتهم دائما فيها الاعلام السعودي. واسمح لي يعني انا سمعت كلام اعتقد الاستاذ خلف من في انه رؤساء الانديه اليوم هم اللي يشاركون ترى في العمليه هذه. الاعلام في جزء كبير من الاعلام كمهنه وليس الاعلام كنقد كناقد رياضي او ظهور تلفزيوني. الاعلام كمهنه هو ناقل لما يقوله رئيس النادي، وانتم شفتوا يعني خصوصا السنه هذه صارت تصريحات يعني عجيبه غريبه في لغتها وفي قله تهذيب. لا ما يعني احمد خلينا نتكلم بكل صراحه، يعني آلمنا ان تصل احيانا رؤساء الانديه لالفاظ سوقيه قاعده تستخدم للاسف ووجدت بشكل والله مؤلم. وهذا اللي خلاني اسالك وش الشعره اللي بين التعصب وبين انهم يبون اثاره ويبون اثاره الحماس؟ هل هم فاهمين يعني الخلطه بحيث انه يا جماعه ترى هذه بتهدم قيم واخلاق بالضبط، وهل لازم أنا عشان يكون عندي اثاره وحماس لازم اهدم القيم والاخلاق؟ طيب انا بقول لك بين قوسين اذا سمحت لي، وعشان ما اطول على ضيوفك الكرام وعليك. انا قلت في قبل يمكن 3 سنوات 4 سنوات محاضره في جامعه الملك سعود في قسم الاعلام. كان طرح علي سؤال انه المتعصبين ويضرون في البرامج، فقلت انا في اجابتي هذا بحسب ما اظنه انه لولا المشاهدات العاليه ولولا انتم كجمهور تطلبون هالمشاهدات وتشاهدون هالبرامج وتتداولون هالمقاطع ما كانت القنوات اللي في طابعها ربحي اصلا تبحث عن الناس. القنوات نفسها تبحث عن مشاهدات، وبالتالي تنظر رغبه الجمهور يبغى هالناس اللي تتضارب وتتهاوش وتتخانق على الهواء. طيب الجزء الثاني واللي انا اشوفه تحديدا في السنتين الاخيرات، انا حقيقه وان شاء الله اني ما اكون ظالم ولا غلطان، انا اشوف انه الاتحاد السعودي لكره القدم، بما نتكلم عن كره القدم، او اي جهات مشرعه وتقرر قرارات تتعلق بكره القدم، اعتقد انها شريكه في اذكاء ما يسمى بالتعصب. ليش اتهم الاتحاد السعودي لكره القدم؟ لانه اليوم الاتحاد السعودي لكره القدم نتيجه عن جهل، نتيجه عن قل درايه، نتيجه عن قل دبره، نتيجه لاي سبب اخر، نتيجه عن تعمد، هو اليوم يعني يحقن الناس ويثير غضبها بعدم تحقيق العداله، بالقرارات الارتجاليه، بالقرارات المتناقضه، يعني اتحاد الكره القدم السعودي طيب. اليوم انا اعتبره شريك فيما نسميه الذهاب الى طيب وصل. شكرا لك استاذ احمد الفيدي الاعلام الرياضي. فاصل اخير وبعد الفاصل نعود ونتحدث عن كيف يمكن ان نلم الوضع ونتداركه قبل ان يستفحل. نكمل الحديث عن ملف التعصب الرياضي. عبد الكريم،
يعني بقي معي من الوقت القليل، لكن إن شاء الله الملف يعني سنطرحه مرة أخرى وسنستمر في طرحه. لكن خليني أسألك الآن قبل يعني النصر، يعني أنا أخشى النصر لمرحلة مثل المشجعين الإنجليز، يعني تصير في طقاق ما بين الجماهير اللي يسمونهم الهوليغانز. تمام اللي صار. وكويس أشوف الألتراس الحين بالمدرجات والحماس حلوة، لأن ما فيها تعدي على الناس، يعني بالعكس تحتفل بفريقك. لكن أخشى أنه الموضوع يصل إذا التعصب بهالشكل. كيف يمكن نتدارك الموضوع؟ هو التعصب ممكن، المتعصب ممكن يقتل نفسه، يقتل قتل. وسمعنا المشجع الله يغفر له ويرحمه الأهلاوي الظاهر اللي توفي الله يغفر له ويرحمه، ترى حتى التعصب له تأثير على الصحة أتوقع. والمتعصب ممكن يقتل الآخرين. يعني صارت في الالتراس بين الاهلي والمصري اذا مات فيها عشرات، في مات فيها الظاهر بس ذيك مسيسه يعني 73 هذيك مسيسه ما هي جماهير. ايه المهم كانت في مباراه كرة قدم. طيب خلينا باخذ بس يعني على عجاله عادل الزهراني رئيس تنفيذي للاتحاد الاعلام الرياضي. عادل حياك الله. هلا اخوي خالد، مساء الخير. مساء الخير لضيوفك الكرام. حياك الله. عادل، يعني مؤمل بشكل كبير على يعني الاتحاد السعودي للاعلام الرياضي في مواجهه فعلا التعصب اللي منشأه من الاعلام من بعض الاعلاميين الرياضيين. كان في يمكن فتره ايقاف لبعض الاعلاميين المتعصبين، استبشرنا خير، لكن كلنا من تالي ما عاد لكم حس. اخوي خالد، اولا احنا ما اعلنا سابقا عن ايقافات ولا اعلنا عن هذه القرارات. هذه قرارات تتخذ داخل الاتحاد وهي مستمره طوال الفتره الماضيه ولا تتوقف. هدفنا الاساسي خالد، احنا ما احنا شرطه اعلام، احنا ما جينا عشان نوقف اعلاميين ولا جينا عشان نطور الاعلام الرياضي وننظمه. جميل. الهدف الاساسي هو تطويره وتنظيمه وصناعه جيل اعلامي جديد. اذا حدث خطا من اعلامي فتتم الثقه انه تم اتخاذ اجراء بحقه، والاجراء وفق اللوائح التي وضعها الاتحاد. طيب خلال الفتره لاجل تطوير الاعلام الرياضي، وش الادوار او المهام اللي قاعد يعمل عليها الان الاتحاد؟ الاهم اخوي خالد، واسمح لي على هذه الكلمه، انه احنا ما يتصف بصفه اعلامي رياضي الا من يملك هذه الصفه بحق. احنا مشكلتنا الفتره الماضيه انه كل اي شخص ما عنده وظيفه قال انا اعلامي رياضي، وضيوفك الكرام يعرفون ذلك جيدا من الخبرات المعروفه، يعرفون انه في ناس ما فجاه تم نفسه اعلامي رياضي. احنا في البدايه اول شيء سويناه انه ما يستحق ما ياخذ هذا اللقب الا من يستحقه من خلال اشتراطات معينه ودقيقه جدا وواضحه. هذا رقم واحد. رقم اثنين، وعلى فكره احنا رفضنا تقريبا اكثر من 400 طلب خلال الفتره الماضيه، وهذا المره اول مره اقول الرقم، اكثر من 400 طلب رفض من اشخاص يرون بانهم يستحقون ان يكونون اعلاميين. لكن رفضناهم حتى نكون دقيقين جدا في اختيارنا. وش الضوابط طيب عادل؟ ضوابط ايش؟ ضوابط انه فعلا يعني من يعمل في الوسط الاعلامي الرياضي، من لا يعمل؟ انه هو يكون يعمل في المجال الرياضي. يعني في ناس اخوي خالد ما ابغى اقول لك، هو فجاه يظهر على الشاشه تيجي تبحث عن تاريخ انه اشتغل في يوم من الايام مسك قلم وسوى شيء له علاقه بالصحافه، ما في. بسبب او باخر تلقيته على الشاشه، ما ابغى اقول اسباب عشان ما اجرح. طيب احنا ما تعرفه وانا اعرفه. طيب فجاه لقيناه على الشاشه، فاحنا نريد ان نتاكد ان كل من يظهر على الشاشه او كل من يسمي نفسه اعلامي هو اعلامي قدر المستطاع. طبعا. اثنين، مساله التدريب والتاهيل. احنا عندنا الان برنامج سنطلقه ان شاء الله في اكثر من 60 برنامج تدريبي لتطوير وتاهيل الاعلامي الجديدين الموجودين، ثم صناعه جيل اعلامي جديد ايضا يقود المرحله بشكل مختلف. هذا ما نسعى له خلال الفتره طيب عادل من خلال اتحاد اعلامي. حلو. طيب عادل، في مواقع التواصل الاجتماعي، طيب يعني من يثير التعصب في هذه المواقع على سبيل المثال ونفس الطريقه يعني في النهايه يدعي انه اعلامي رياضي. خليني اقول لك شيء خالد، احنا زي ما قلت لك احنا ما احنا شرطه ولا احنا محكمه، احنا معنيين باعضاء الاتحاد الاعلامي الرياضي. يعني انا ما اقدر، احنا تجينا مطالبات احيانا ليش ما تسوون وينكم؟ طب انا معني سلطتي التي منحها لي النظام فقط باعضاء الاتحاد المنتسبين للاتحاد، ما عداهم لست معني بهم الا اني اخذ اجراء اني احولهم على جهات اخرى واكون مدعي عليهم مثل اي شخص اخر. جميل. طبعا اما اعضاء الاتحاد فانا اخذ بحقهم قرار، والقرار وصل الى مراحل جدا متقدمه. حلو. وليس فقط القرار له علاقه بالاتحاد، استطيع من صلاحياتي ايضا اني احيل هذا الشخص الى جهات قضائيه بالتنسيق معهم، وتم فعل ذلك خلال الفتره
طيب عادل عندي كم سؤال وانا اخوك، لكن ابيك تعدنا بنكون في حلقه ان شاء الله مع بعض، نبي نعرف يعني الادوار هذه والمهام اللي قاعد يشتغل عليها اتحاد الاعلام الرياضي ان شاء الله. قلت تم ان شاء الله ابشر. ابي اسمع تم. تم. يعطيك العافيه. شكرا. طيب الوقت داهمني عبد الكريم. طيب الان يعني في بدقيقه بس، يعني يعني لو بقول شيء له اولويه نقوم فيه حتى نحد من ان تستفحل ظاهره التعصب. انا اشوف العقاب مهم. بعدين الاستاذ عادل قال انه ما يتم اعلانه. ليش ما يتم اعلانه؟ ما هو انتم قاعدين تعلنون العقوبات لرؤساء الانديه وللاعبين وللاخرين، المفروض اعلانها واعلانها بشكل واضح، يعني هذه. وبعدين هذه من اهم الاشياء يعني. طيب خلاص. اولا يجب ان تكثيف التوعيه على انك تشجع فريقك ولا تكره فريق الاخر، مهم جدا. ثانيا التعامل مع الاعلاميين اللي معروفين بحزم وقوه. ثالثا الجهات المسؤوله، اتحاد القدم، الجهات المسؤوله في الرياضه، لابد ان تعاقب كل من يسيء من الانديه، من رؤساء الانديه. مثلا اليوم رئيس النادي يسيء لا يعاقب، يسيء رئيس النادي الثاني بنفس الطريقه يعاقب، وهذه حدثت في الآونة الأخيرة. والقرارات أنا عندي لوائح وأنظمة يجب أن نطبقها. آخر مشكلة اليوم يا أخي، تخيل اتحاد القدم وهيئة الرياضة مو قادرين يفصلون النصر يلعب على ملعب الهلال ولا يلعب على ملعب نادي الشباب ولا يلعب في المجمعة ولا ما يلعب كرة ولا تؤجل مباراة معهد. يعني أنا واحدة من القضايا اللي الآن 5 أو 6 هاشتاجات اليوم كلها ترند، 5 هاشتاجات أو 6 هاشتاجات. وهذا أشوف إنه يعني كيف أنا أشوف المتضرر النصر والهلال كلهم. أوكي لا الهلال الآن يلعب على ملعبه، لكن النصر عنده عنده مباراة واحدة بسبب إنه ملعب الملك فهد وملعب الأمير فيصل فهد سيئة أرضيتهم، لا يمكن تلعب عليها كرة قدم. تخيل إنه هذه واحدة من مهام هيئة الرياضة واتحاد القدم والأخذ والرد يفعلون فيها. طيب. بالتالي تتصاعد الحمى بين الرؤساء بين المسؤولين وحتى رؤساء الأندية تغييراتهم في هذا الشان. طيب انا وقتي داهمني لازم اطلع الان. تمام، بس اني عشان تكون عادل، بس لو بقول تبي تحط يعني نقطه مهمه يعني بكلمتين، ترى انه لازم نبادر به. انا اقول الغاء البرامج اللي فيها اثاره التعصب، برامج رياضيه، البرامج الحواريه. لانه ترى على فكره كلام المشجع ممتاز جدا، قضيه رفع المستوى الفني. لا يمكن يكون فيه مستوى فني بدون اثاره، بدون حماس، بدون جديه، بدون رفع المستوى. فطبيعي رفع المستوى الفني، لكن من المهم جدا ان يكون ضوابط في من يتكلم، ليس الجمهور عاوز كذا. هي جميل. طيب انا وقتي داهمني. شيء قوي عن التعصب. في حرب اندلعت بين السلفادور وهندوراس بسبب التعصب الكروي، مات فيها 1600 من سلفادور و600 من هندوراس. ان شاء الله باذن الله. يعني اتمنى انه ما تكون نبي حماس، نبي اثاره، نبي في الرياضه، وبالعكس جميل، خلينا نستمتع بكره القدم. لكن قبل ايام خرج المنتخب السعودي من كاس اسيا، كان يعزم البعض كان يتمنى هذه الجزئيه تمام من خلال رصد ما شفناه حتى من ردود افعال. الله يعني ذكرت حتى المنتخب سابقا وكيف كان ولاءنا وانتمائنا لهذا المنتخب عندما يمثلنا، ومن حماسنا وحبنا للمنتخب ما يمكن ننسى حتى أغاني وأهازيج كنا نتغنى فيها للمنتخب. يعني مشكلة أن يصل التعصب إلى حد الكره، إلى حد يعني التنابز بالألقاب، إلى أن تكون هناك لغة غير أخلاقية في موضوع التعصب، إلى أن يكون في تشكيك، إلى أن ينتقل الموضوع للأسف يعني إلى مشاحنات، إلى أن يكون النادي هو المقدم على المنتخب. يا الله، يعني خلونا نذكر امجاد ماجد وصالح النعيمه وكاس اسيا 84 واحمد جميل وكل هالنجوم. كنا نحترق فعلا. شجع، حب ناديك، بس لا تكره النادي الاخر. والمنتخب لا تنساه في النهايه يلعب مع المنتخب الوطن يا أخي. باسم الوطن. العب بفن، تذكرونه؟ خلينا نذكره مع بعض. ما له الله